سي تبون على الأقل 10 مليون دولار خصصها لحافلات جديدة ونظيفة للبارك ناسيونال، الحظيرة الوطنية للنقل العمومي. سي سعيود، يا سي سعيود وزير النقل، اطلب من الرئيس تبون أنه يخصص ميزانية للحظيرة الوطنية للنقل باش نولوا دولة متحضرة، دولة إقليمية، دولة محورية. في 2025 عندنا حافلات من هذا النوع. هذه رسالة إلى وزير النقل، وزير النقل سعيد سعيود، نقول له بلي شوف الحظيرة الوطنية سي سعيود، نقيو البلاد من هذه الحافلات، من المفروض هذه ممنوع تمشي. كي نقول ممنوع تمشي ماشي السيد نروحوا نحرموه من الخبزة كما قال لك السيد، لا، قال ارواح انت حاب تخدم ترونسبور، نعطوك حافلة جديدة، نعطوك حافلة جديدة تخلصها بالتقسيط، عندك كل شهر تخلص مثلا نقولوا قال 4 ملايين ولا 5 ملايين للخزينة، نعطوك حافلة سعرها ب 2 ملاير ولا 3 ملاير، كل شهر تخلص. الدولة رابحة والمواطن رابح، وهذا السائق والله هذا اللي عنده شركة نقل رابح، الناس كل رابحة. إذا راجعوا حساباتكم يا ناس وشوفوا مصلحة البلاد، شوفوا